واش الاخوان في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد من اكبر الغاز في التاريخ واللي هو الاهرامات. شنو السر وراء هذه الاعجوبه المعماريه اللي بقات اكثر من 4500 عام؟ غير هو قبل ما نبداو بغيت نشكركم بزاف على السيبور ديالكم في الفيديو اللي فات، وكنتمنى ايضا الدعم ديالكم في هذا الفيديو اللي بغيتكم توصلوا ل 50 لايك. وبلا ما نطولوا اكثر من هكا خليونا نبداو. الأهرامات وخصوصا الهرم الأكبر اللي كيمثل واحد العلامة كبيرة في تاريخ مصر القديمة، واللي كيتسمى بهرم خوفو، وهو أول عجائب الدنيا السبع، واللي كيوصل الطول ديالو 146 متر. كما سمعتي 146 متر. كتخيلوا هذا الطول هذا راه بزاف، حيت راه كل حجرة من الهرم تقدر توصل ل 15 طن. تخيل معايا، وراه ماشي غير حاطين حجرة فوق حجرة وصافي، لا كشي ماشي عشوائي. الزوايا في الهرم محسوبة بدقة وكلهم بنفس القياس، وهذا الشيء اللي خلاهم واقفين لهذه المدة كاملة. ونزيدكم الهرم الأكبر موجه بدقة نحو الشمال، يعني كانوا عارفين الاتجاهات بدقة. كيفاش داروا لهذا الشيء كامل؟ واش داروا هذا الشيء بالتعاون مع الجن او الفضائيين؟ العلماء عطاو بزاف ديال النظريات اللي كيجاوبوا على هذه الأسئلة. منهم اللي كيقول ان المصريين استعملوا منحدرات مائلة باش ينقلوا الأحجار، ولكن كيفاش كانت كتحمل كل هذا الوزن اللي قلنا انه كيوصل ل 15 طن؟ وكاينه نظريه اخرى كتقول انهم قدروا يقادوا رافعات بالخشب وكتعتمد على الجهد ديال الانسان، ولكن الصراحه حتى هذه النظريه صعيبه تكون. ونظريه اخرى كتقول انهم كانوا كينقلوا الاحجار عن طريق الانهار والوديان، يعني بالمساعده ديال المياه. ولكن واخا هكاك هاد النظريات كاملين بعد اكثر واقعيه من هاد النظريه اللي كتقول أن الفضائيين هما اللي بناو هاد الأهرامات. صراحة كاين بزاف ديال النظريات، ولكن راه كيفاش داروا ليها الله أعلم. واش بصح الفراعنة بناو هادشي بالمساعدة ديال الجن؟ ربما حتى هادي نظرية. وبهكا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. انت ولا انت اللي بقيتي معايا حتى لهاد اللحظة، بغيت نقول لك شكرا لك بزاف. كنتمنى الا عجبكم المحتوى تشتركوا في القناة وتشاركوا لي الآراء ديالكم في التعليقات. إلا كنت عندك شي نظرية أخرى يمكن لك تحطها لنا في تعليق. وهذا ما كان تهلا. Not baby no more, not baby no more.